تفتكر الرقم ده اصغر من الواحد؟ احساسك بيقولك ايوه، بس الرياضيات بتقولك ان هم نفس الرقم. مش تقريبا، لأ، هم بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. بص كده يا صديقي على الرقم ده 0.9999 لحد الما لا نهاية. إحساسك بيقول إنه أصغر من الواحد، صح؟ بس يوسف لي أقول لك يا صديقي إن إحساسك ده غلط، لأن الرقم ده هو بالظبط بيساوي الواحد. وعشان نقطع الشك باليقين خليني يا سيدي أثبت لك الموضوع ده واحدة واحدة وبالورقة والقلم. تعالى نتخيل إن 0.999 لحد الما لا نهاية بيساوي الإكس. لو ضربنا الطرفين في 10 يبقى 10 إكس بتساوي 9.999 لحد الما لا نهايه. لو فكنا بقى الناحيه اليمين ل 9 زائد 0.999 لحد الما لا نهايه، وبعدها شلنا ال 0.999 دي وحطينا مكانها الاكس، وبعديها ودينا الاكس الناحيه الثانيه وشلناها من 10 اكس، هيبقى 9 اكس بيساوي 9. لو قسمنا بقى الطرفين على التسعه هتبقى الاكس بتساوي الواحد. انا حاسك كده بدات تهدى وتفكر في الموضوع، وعلشان كده انا هنزل عليك بالاثبات التاني. هو مش التلت بيساوي 0.333 لحد الما لا نهايه؟ طب ما تيجي نضرب الطرفين في 3. 3 في تلت بتساوي الواحد. الناحيه الثانيه بقى لو ضربناها في 3 فكل 3 من اللي انت شايفها قدامك دي هتبقى 9، وده معناه ان الواحد بقى بيساوي 0.9999 لحد الما لا نهايه. واحد يقول لي والله بص ده كلام لذيذ وكل حاجه، بس انا برضو مش مقتنع. ازاي يعني رقم ما وصلش للواحد يبقى بيساوي الواحد؟ علشان نفهم الموضوع ده تعالوا نفكر فيه من وجهه نظر تانية، وتعالى نسال السؤال بشكل مختلف. هو انا ايه اللي ناقصني ك 0.99999 لحد الما لا نهايه عشان اوصل للواحد؟ تعالى نتخيل ان احنا عندنا مستطيل بيساوي واحد، وخلينا في الاول نزود 9 من 10. هتقول لي هيتبقى 1 من 10. هقول لك حلو، ما احنا كمان هنزود 9 من 100. هتقول لي هيتبقى 1 من 100. هقول لك ما انا هزود حته ثانيه وهيتبقى حته وهزود حته وهكذا. وده معناه انك عمرك ما هتلاقي جزء فاضي، كل ما هتلاقي حته فاضيه انا هزودها. علشان كده الواحد مش بيساوي ال 0.999 لحد الما لا نهايه عشان هم قريبين من بعض، لا ده علشان هم بيساووا بعض لان مفيش فراغ ما بينهم اصلا. بمعنى ان الفرق ما بين التسعة من 10 والواحد هو 1 من 10، والفرق ما بين التسعة من 100 والواحد هو 1 من 100، وبرده الفرق ما بين ال 999 من 1000 والواحد هو 1 من 1000، وهكذا. كل الارقام دي اصغر من الواحد، وده لان في فرق حقيقي بينها وبين الواحد. لو بصيت على الفرق ده هتلاقيه كل مره بيصغر، وممكن بالمناسبه نعبر عنه بطريقه بسيطه جدا. الفرق دايما بيبقى 1 على 10 اس عدد التسعات. يعني مثلا لو معايا 9 واحده الفرق 1 على 10، 9 الفرق 1 على 100، 3 الفرق 1 على 1000. خد بالك من الحته دي، كل لما تزود 9 واحده بس الفرق بيتقسم على 10. لو معايا 9 تسعات الفرق بيبقى 1 على المليار. طب لو معايا 100 9 الفرق بقى رقم صغير جدا لدرجه ان مفيش حاجه في الكون تتقاس بيه. ولو بقى معايا مليون 9 هنكتب صفر وبعده مليون صفر وبعديها في الاخر خالص 1. انا بس كنت عايز اوريك الفرق بيصغر قد ايه لما عدد التسعات اللي عندي يزيد. ومع ذلك كل الارقام اللي انا قلت لك عليها دي هي فعلا اصغر من الواحد، وده لان في فرق نقدر نشوفه بعينينا حتى لو كان فرق صغير. فعلا البوينت 0.9 تسعات اصغر من الواحد، والبوينت 0 مليون 9 اصغر من الواحد. بس السؤال بقى لو التسعات دي ما بتخلصش خالص تفتكر الفرق هيبقى كام؟ خد بالك من السؤال ده كويس جدا لان هي دي الحته اللي الحكايه كلها بتلف حواليها. انا مش بسالك الفرق بيبقى صغير قد ايه، انا بسالك الفرق يبقى كام. وعلشان نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نجاوب على سؤال اهم، وركز بقى عشان ده سؤال تريكي جدا. انا عايزك تقول لي رقم واحد بس يكون اكبر من ال 0.9999 لحد الما لا نهايه وفي نفس الوقت اصغر من الواحد. بس قبل ما تجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نفهم قاعده بسيطه جدا في الارقام. لو عندي رقمين، اي رقمين اكس وواي، وقدرت اجيب رقم ما بينهم زد مثلا كده وانا مغمض، اقدر اقول ان الاكس مش بتساوي الواي. يعني مثلا ما بين الواحد والاثنين في 1.5. طب ما بين الواحد والواحد من 10 في 1.5 من 100. طب ما بين الواحد 1 على مليون يا سيدي اكيد في 1 على 3 مليون مثلا. وبما ان في رقم ما بينهم يبقى هم اكيد مختلفين، ومهما ضيقت المسافه لازم يكون في رقم قاعد في النص. ودي مش قاعده انا لسه مخترعها معاك، دي حاجه اسمها كثافه الاعداد الحقيقيه، ان اي رقمين مختلفين لازم يكون ما بينهم رقم. طب افرض بقى ما فيش رقم ما بينهم، يبقى هم اساسا مش رقمين، دول اكيد رقم واحد. طب نرجع بقى للسؤال الاساسي، هل ممكن الاقي رقم ما بين ال 0.9999 لحد الما لا نهايه والواحد؟ هتقول لي 0.999995 مثلا، ده اصغر من رقمين اصلا. هتحاول تحط تسعات اكتر، مهما حطيت تسعات انت لسه جوه الرقم بتاعنا مش بره.
ومهما عملت عمرك ما هتلاقي رقم ما بينهم. مش لان انت مش عارف، لانه اساسا مفيش. وبما ان مفيش ولا رقم يقدر يقف ما بينهم، يبقى مفيش اصلا مسافه ما بينهم. وبما انه مفيش مسافه ما بينهم، يبقى هم نفس النقطه على خط الاعداد. اسمع بقى واحد ناصح يقول لي بس على فكره في فرق ما بين الرقمين، والفرق ما بينهم 0 صفار لا نهائيه، وفي الاخر خالص نبقى نحط الواحد. يا سلام عليك وعلى حلاوتك، ايه يا عم التفكير الجامد ده؟ ومع ان الاعتراض الجميل اللي انت لسه قايله ده يبان انه ممكن يبوظ كل الاثباتات اللي انا قلتها، الا انه هو المفتاح اللي بياكد فعلا الكلام اللي انا بحاول اقوله. طبعا ان انت تقول عدد اصفار لا نهائيه وبعدين واحد، انت كانك بتقول بالظبط ان الاصفار هتفضل ماشيه وبعدين في لحظه معينه تخلص ويجي الواحد. طب هي اصلا هتخلص امتى عشان الواحد ده يلاقي مكان يجي فيه؟ لازم يكون فيه صفر اخير، ولازم يكون فيه اخر خانه. بس احنا اصلا بنحط اصفار لما لا نهايه، وده معناه ان احنا اصلا عمرنا ما هنوصل لاخر خانه، مش لاننا مش لاقيينها، ولكن لانها مش موجوده اصلا. ده زي ما تقول لي هات لي اخر رقم صحيح. الارقام اساسا ما بتخلص، ومهما جبت من الارقام هقدر اجيب لك ارقام اكبر منه، وده لانه ما فيش اخر رقم، مش علشان ما حدش يوصل له، لكن ببساطه علشان هو حاجه مش موجوده. فالرقم اللي انت بتتكلم عنه ده اللي هو عباره عن اصفار وفي الاخر واحد، ده مش رقم صغير، ده مش رقم اصلا. وهنا يا صديقي نوصل للحته اللي انا عامل الحلقه دي كلها عشانها. لو انت متابع البرنامج وشفت حلقه الملا نهايه ومفيش بعدها، كنت هتبقى عارف ان الملا نهايه مش عباره عن رقم كبير، وان الملا نهايه مش اخر رقم في الدنيا، ولكن الملا نهايه هي نقطه كل القوانين بتاعت الرياضيات العاديه بتنتهي عندها. والثلاث نقط اللي احنا بنحطهم في الرقم 0.9999 لحد الملا نهايه دول مش اختصار، مش معناها ان في تسعات كتير وانا زهقت من الكتابه. الثلاث نقط دول معناهم ان العمليه دي ما بتقفش. بس ليه برضو انت لسه لحد دلوقتي مش متخيل معايا الموضوع؟ يعني لو كل الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده كله صح، وكل الرياضيين اللي موجودين في الدنيا متفقين عليه من اكتر من 100 سنه، طب ليه لحد دلوقتي انت جواك حاجه بترفضه؟ ليه عقلك مش مستوعب الكلام ده؟ انا مش هقول لك ان انت غلطان، وده لان هو انت فعلا مش غلطان، انت بس بتقرا غلط. ربنا خلق دماغنا في عالم كل حاجه فيه بتخلص، الاكل بيخلص والشهر بيخلص، حتى العمر بيخلص. احنا في حياتنا كلها عمرنا ما شفنا حاجه واحده بس مش بتخلص. فلما بتشوف الثلاث نقط دول، دماغنا بتعمل حاجه في عقلنا اللاواعي، بتحط اخر تسعه، بتقول ان اكيد التسعات دي مش هتفضل ماشيه لما نهايه، اكيد في الاخر هتقف، لان كل حاجه في الدنيا بتقف. واول لما بتحط اخر تسعه، الرقم فعلا بيبقى اصغر من الواحد، وساعتها انت فعلا بتبقى صح. فحب اطمنك يا صديقي، انت مش غلطان في الحساب، انت غلطان في الطريقه اللي بتقرا بيها الرقم. المشكله مش في الرياضيات، المشكله ان دماغنا بتحط نهايه لحاجه ملهاش نهايه. واحنا في حلقه الملا نهايه قلنا ان في حدود لادراكنا كبشر، والنهارده بقى انا خليتك تشوف الحدود دي بعينيك، مش في مجره بعيده ولا في ثقب اسود ولا حتى حاجه محتاج معادلات معقده عشان تفهمها. احنا شفنا مشكلتنا في الرقم عباره عن شويه تسعات مكتوبه على حته ورقه، والحاجه الوحيده اللي وقفت ما بينك وما بين ان انت تصدقه هي احساسك. والاحساس يا صديقي هو حاجه جميله جدا، بس مشكلته ان هو مصمم للدنيا اللي احنا عايشين فيها، اللي هي بالمناسبه محدوده، اللي كل حاجه فيها بتخلص. واول لما تخرج بيها بره الحدود دي، بتبقى عامل زي اللي عمال يقيس المسافه ما بين النجوم بحته مسطره، مش علشان المسطره بتقيس غلط، لكنها اصلا مش مصممه للشغلانه دي. وطبعا بقى انا مش محتاج اقول لك انك علشان تفضل فاهم كل حاجه لازم تعمل حاجتين: تدوس على اللايك وتشترك في القناه. ولحد ما اشوفك تاني، خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.